عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في تحضير البيتزا بحجم عائلي. غادي نقدم لكم طريقه التحضير وفي نفس الوقت غنذكر المقادير. نبداو على بركه الله. هنا عندي 2.5 كيسان عنبه ديال الدقيق الابيض، وغادي نضيف 1 ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة، وهنا ملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز، الخميرة الفورية. غادي نخلط هادو، وغادي نضيف شوية د الأعشاب المنسمة. هنا غنضيف ملعقة صغيرة عامرة ديال الملحة. هنا عندي 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. ندخل هاد الزيت في هاد الدقيق بحال هكا، ودابا غادي نبدا نضيف الماء دافي حتى يتجمع لينا العجين. وهنا من بعد ما تجمعات ليا العجينه ديالي، كنحصل عليها بهذا الشكل هذا. كتكون رطبه مرخوفه، نتوما كتشوفوا كتلصق في اليدين هكا. خاصها تجي كتلصق في اليدين باش كتجي البيتزا ديالنا زوينه. المهم غادي نغطيها فيلم اليمونتير وغادي نخليوها تخمر، ومن بعد نرجعوا ليها باش نشكلوها ان شاء الله. وهنا من بعد ما وجدت العجينه ديالي وخليتها تخمر، غادي ندير الحشوه. هنا عندي شويه د الفلفله حمراء، شويه د الفلفله خضراء على حسب الموجود، وهنا عندي شويه د البصله اللي قطعتها هكا طويله. هنا غادي ندير ليهم شويه د الزيت. هنا درت زيت الزيتون، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان حتى تدبان ليا هذيك الفلفله وهذيك البصله. ندير شويه د الملحه وشويه ديال الابزار. صافي، غير هذا الشيء اللي ندير في العطريه، ونخليهم يتشحروا مزيان. وفي نفس المقلاة درت شامبينيون معلب، ضفت له شويه د الملحه، شويه د الابزار. غنشحرو حتى هو واحد شويه وصافي، ها هو واجد. وهذه هي العجينه ديالي من بعد ما خمرات كما كتشوفوا، فهي كتهضر على راسها بلا ما نشكرها. غادي ندير على سطح العمل شويه ديال الدقيق ونخرج الهواء من العجينه، وغادي نسرحها بالدلاك. وهنا من بعد ما ضفت صوص الطماطم، غادي نضيف واحد الكمية مهمة من الجبن المحكوك. وهنا غادي نضيف البصلة والفلفلة اللي كنت شحرتهم من قبل،
فصدقوني هاد الخطوه هادي كدير واحد الفرق كبير ورائع في البيتزا ديالنا مع ديك الحلاوه ديال البصله كتجي رائعه. وهنا غادي نضيف الطون اللي كنصفيوه من الماء او الزيت اللي كيكون فيه. وهنا غادي نضيف شويه ديال الزيتون على حسب المتوفر. وهذه هي البيتزا اللي شاركت معكم اليوم. كما كتشوفوا كتجي العجينه ديالها رقيقه وهشيشه وكتجي فيها الحشوه بنينه، خاصه بديك الطريقه اللي كنقليو البصله والفلفله. الصراحه كتجي فيها ديك الحلاوه ديال البصله كتزيد تبننها. نتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. ما بقى ليا غير نشكركم على حسن المتابعه، والى فيديو قادم باذن الله.